السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. حكايتنا بتبدأ بمازن بطاطس اللي بيحب يساعد الناس، وراح كلية الحقوق علشان يبقى محامي، لكنه محبش الحياة دي وساب الكلية والتحق بالقوات الخاصة، وبقى سعيد جدا في حياته واتجوز جواهر وخلف منها بنت، وراح في مهمة للقضاء على فنانيس الرئيس المستبد بتاع دولة بلوناتي. لكن أثناء العملية الهليكوبتر بتتضرب ويقع ويتصاب في ظهره، وهو الناجي الوحيد هو وسمير. ولما بيرجع بيكمل كلية الحقوق بيبقى محامي قد الدنيا، لكن يظل فيه شعور جواه ان مش دي الحياه المناسبه ليه، ومراته حاسه بكده وده مضايقها. واثناء ما هو بيوصل بنته بتقول له ان في عيل حاول يبوسها، قال لها لو حاول يعمل كده تاني اضربيه في تفاحته. ولما بيروح المكتب سمير صديقه في القوات الخاصه بيزوره في مكتبه وبيقول له انا عايزك في موضوع ضروري، وبياخده على مقر العمليات لشركته اللي شغاله في الامن، ويقول له انا عايزك في مهمه بسيطه خالص، هتروح مع الصحفيه حقنه كحارس خاص ليها اثناء مقابلتها مع الرئيس فنانيس، رغم ان هو الرئيس اللي قتل فرقتهم كلها. ورفض طبعا في البداية، لكن وافق بعد ما عرض عليه سمير 20,000 دولار. ولما بيروح يجيب بنته من المدرسة بيكتشف ان هي ضربت الواد فعلا، وده بيغضب مراته جدا وتقول له لا كفاية كده، لازم تسيب البيت وتمشي يا اما انا اللي همشي، لانها رغم حبها ليه الا ان هي حاسة ان مش دي الحياة اللي هو عايزها. بالتالي بيقرر يسيب البيت ويقبل بالمهمة ويروح يجيب الصحفية. واثناء رحلتهم للمطار بيبان قد ايه هي حقنة فعلا، ووضحت له ان هي شغلته انه بس يحميها وما يتدخلش في شغلها، لان دي فرصة عمرها، لان الرئيس ده كان بيرفض يعمل اي مقابله مع اي صحفي لانه مستبد وقامع لشعبه. وبيوصلوا فعلا لجمهوريه بلوناتي وبيستقبلها فنانيس وبيقابلها بترحاب شديد وهي كانها خطيبته، وبيسحبوا من مازن كل اسلحته اللي كان مخبيها. وفي العربيه بيكتشف ان فنانيس عارفه، وبيشوف مازن ان صوره في كل مكان على ان هو البطل المخواه، لكن شعبه كرهه. بس اثناء مرورهم على الجسر فجاه الموكب بيتعرض لهجوم وسط رعب الجميع ومفاجاه مازن اللي اتمسمر في مكانه وعقله بيحاول يستوعب. وبيموت حراس الرئيس وبيتحرك مازن علشان يحرك العربية، وبيضربوا عليه بازوكا لكنه بيتفاداه وبتنفجر في عربية حراس الرئيس. وقبل ما الواد يلحق يعمر البازوكا بتاعته تاني بيتهاسوا مازن، وتوصل عربيتين جيب، لكن مازن بيخبط الاتنين، واحدة من ورا واحدة من قدام. ده العربية البريليانس مقوية قلبه، وبيقول لهم محدش يسيب العربية وينزل يقتل في المهاجمين. وبيكتشف ان هم نزلوا فعلا وما سمعوش كلام، وظهره بدأ ينقح عليه وبيحاول يحضن الرئيس لانه انقذه، لكن ده بيوجعه اكتر. فبيقول له فنانيس هطبطب لك عليه، وبيكتشف فنانيس ان هو بيحصل عليه انقلاب. اما مازن بيقرر ياخد حقنه لمكان امان، ومن هناك يطلب المساعده، وبيطلب منه فنانيس ان هو يساعده في انقاذ منصبه، لكنه بيرفض ويسحب سلاح كبير من طاقم الحراسه وياخد الحقنه ويمشي. لكن بيجي فنانيس وراهم وبيطلع مازن تليفون الاقمار الصناعيه ويتصل بسمير علشان يوفر له هليكوبتر تاخده من هنا، وبيحدد له سمير مكان هبوط الهليكوبتر. وبيطلب فنانيس من مازن ان هو يستعمل التليفون، وبيتصل بابن اخوه العبيط اللي هو اصلا هياخد مكانه بعد الانقلاب. وقدر فنانيس يفهم من كلامه ان هو اللي هينقلب عليه، وبكده الموضوع سهل لانه عبيط، وبيقول لهم يلا نروح على القصر ونخلص المساله دي بسرعه. لكن مازن بيرفض ده ويسيبه ويمشي. ولما بيوصلوا للمكان اللي حدده سمير بيشوفوا الهليكوبتر لكنها بتنزل جنود وتمشي، وبكده فهم مازن ان هم مش تبع سمير، وبيجري مازن بالحقن، لكن الهليكوبتر بتشوفهم وبتضرب عليهم بيو بيو بيو، وكمان بوف بوف بوف. وبيوصلوا بحيرة ويحاولوا يعبروها، لكن الهليكوبتر بتشوفهم وتضرب عليهم بوفاية كبيرة، لكنهم بيقدروا يعبروا البحيرة ويكملوا هروب. بس الهليكوبتر قطراهم، فلازم مازن يتعامل معاه، وبيركب سكوب 6 على السلاح الكبير بتاعه ويضرب عليهم النار، لكنها لسه جاية ناحيته. ولما بيبص تاني بيكتشف ان الطيار مات ويتبسط قوي بمهارته، لكنه بيكتشف ان ده ما وقفش الطيارة وبيطلع يجري هو والحقن قبل ما يموت. لكن في 2 قاطرينهم وبيختفي مازن وبتنادي عليه الحقن، لكنها بتشوف جندي جاي عليها وبتستخبى. لكن لما بيقرب منها عشان يقتلها بيظهر مازن ويتعارك معاه، لكن المعركة مش ماشية ولا بد يعني. وبتعرض الحقن ان هي تساعده، لكنه بيقول لها لا انا تمام انا تمام، وبيمسك الجندي ويخنقه لحد ما يموت. لكن بيظهر جندي تاني ويسالهم عن الرئيس، لكن حد بيفاجئه ويقتله من ورا، وبنكتشف ان هو الرئيس وكان مستخبي جنبه. وبيوصل ابن اخو الرئيس لمكان سقوط الهليكوبتر، وبنكتشف ان هو عبيط فعلا، وبوخارست التابع لاشخاص ما هو اللي متحكم فيه وماشيه على العجين ما يلخبطوش. وبياخدهم فنانيس للقريه اللي اتولد فيها وفيها اهله وعشيرته، اللي بيقودهم حسام صندوق، وبيبدا يعمل معاه المقابله اثناء تصوير مازن للمقابله. وبيقول ان بلاده كانت تحت رحمه مؤسسات دوليه بينهبوا مواردها وثرواتها، وكانوا بيدعموه كل السنين اللي فاتت دي في ان هو يقمع شعبه. لكنه اكتشف على ارضه معدن اسمه اللاناسيتياس اللي بيدخل في صناعه الالكترونيات بانواعها، وهو نادر جدا. وطلبت المؤسسات انها تستولى على المعدن ده وتستغله، لكنه رفض لاول مره عشان الثروه دي تكون للشعب ونهضه البلد. بالتالي بيسعوا للانقلاب عليه ويجيبوا واحد تاني
ينفذ مخططه. وبكده بيدرك مازن ان فنانيس مش فاسد حاليا، هو دلوقتي بيدور على مصلحة بلده. وفي اليوم اللي بعده بيتكلم مازن مع سمير وبيعرف منه ان سمير بعته للمهمة اصلا عشان يقتل فنانيس وهو نايم. وبعدها بيتصل ببنته ويكلم مراته يقول لها انا بحبك جدا يا جواهر. حتى جواهر بتقول له انا بحبك انا كمان وتعالى البيت بقى. وبيقرر مازن ياخد الحقنة ويمشي، لكنه بيفاجأ بوصول بوخارست ورجالته وبيهربوا كلهم. لكن فنانيس بيشوف ان بوخارست على وشك قتل صندل، بالتالي بيروح لفنانيس عشان ينقذ صندل حتى لو هو مات. بس بيركب مازن حمارة وينقذه ويهرب، وبتجري وراهم الحقنة على حمارة برضه وسط مطاردة بوخارست ليهم وبيضربوا عليهم النار. بس اثناء ما بيحاولوا يهربوا بتقع الحقنة ويمسكوها، وبينجح مازن وفنانيس ان هم يهربوا، لكن بيكتشفوا ان بوخارست مسك الحقنة. وبيصرحوا فنانيس ان مش هو اللي ضرب عليه النار على الهليكوبتر بتاعته، بالتالي مش هو اللي قتل زمايله، وكان مخطط ان هو يهرب اصلا اول ما هم يوصلوا لانه كان عارف ان هم جايين. وبيتصل مازن ببوخارست ويقول له انا هديلك الريس وتديني الحقن. وبيروح هو والريس لقائد المعارضة اللي هو اصلا مرتشي، الريس اصلا رشيد، عشان يدي فرصة لشعبه ان هو يتنفس بدل ما يفرقع في وشه. وبيروح مازن يقابل بوخارست عشان ياخد الحقنة ويديله الريس. واثناء عملية تبادل الاسرى بيظهر كل المعارضين ويخلقوا حالة من الهرج علشان يهرب مازن من الحقنة، لان بوخارست لو ضرب النار على حد فيهم هياكلوه. وبيقرروا يدخلوا القصر الجمهوري عن طريق الانفاق اللي موجودة تحت القصر، وبيوصل عن طريقها للمكتب بتاعه وبيلاقي ابن اخوه قاعد زي العبيط وبيحاول يطمنه ان هو مسامحه وهو اكتر واحد بيحبه من ولاد اخوه، وكل ده وهم لايف من تليفون الحقن. لكن بيدخل عليهم وزير الدفاع وبيضرب النار على الاثنين، لكن بينجح فنانيس ان هو يقتله. وفنانيس كان لابس بدله واقيه بالتالي ما ماتش، لكن ابن اخوه ما كانش لابس وبيموت. وبيدخل افراد الجيش عشان يقتلوه، لكنه بيرمي عليهم خطبه وطنيه وتاثر فيهم جدا تزامنا مع وصول المرتزقه بتوع بوخارست، لكنهم بيبداوا يضربوا النار على المرتزقه اثناء ما الحقنه لسه بتصور وكانها مخرجه مشهوره. وبيرجعوا تاني للانفاق ويخرجوا من مخرج تاني وبيحاولوا يهربوا اثناء ما المرتزقه بيطاردوه. وبيوصلوا اخيرا للمخبأ السري، لكن الكهرباء بتتقطع ويضطروا يتحركوا تاني. لكن بوخارست بيلاقيهم وبينفصل فنانيس والحقنه عن مازن، وبوخارست بيرمي قنبله بتطير مازن. وبيتعارك مازن مع بوخارست اثناء ما الريس والحقنه بره في معركه ما بين الجيش والمرتزقه. وبيطلع بوخارست سنجه طويله شويه ويحاول يشق مازن بكل الطرق، بس لحد دلوقتي قادر مازن يواجهه. وبيبدا المرتزقه يتغلبوا على افراد الجيش، وبيقع مازن وبوخارست وخلاص بوخارست هيقتله. بس قبل ما يقتله بيعترف له ان هو اللي وقع الهليكوبتر وقتل صحابه، بس بتظهر الحقنه وتضربه في حنجرته وبتشله تمام. وبيخرج معاها مازن ويمسك السلاح الكبير ويبدا يضرب على المرتزقه وكأنه أرنولد شوارما أثناء تصوير الحقنة، وهي معجبة جدا. وفي اللحظة دي بيوصل سعيد برجالته فريق كامل من أفراد شركته الأمنية ويبدأوا يحاربوا مع مازن اللي فرحان جدا بوجود سعيد، وبيبدأوا يتغلبوا على المرتزقة. وأثناء ما فنانيس بيلقي خطبة ويعلن فشل الانقلاب بيظهر مازن في التلفزيون وبتشوفه مراته وبتفرح قوي. وبيرجع مازن لمراته، لكن اثناء ما هما بره بيشوف رساله من فنانيس وينزل يروح على حسابه البنك، وبيفاجئ ان بقى فيه 5.5 مليون دولار. حس كده بقى بيقرر ياخد اجازه مع عيلته. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات، وما تنسوش تدعوا لاهلنا في غزه عسى ان تكون ساعه استجابه. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحه. بس الاهم من كل ده ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.